السلام عليكم. نصيحة على السريع جدا جدا جدا. انا الفيديو ده لسه حالا قلت اسجله بسرعة كده. بصوا يا جماعة، الدكتور، اي دكتور اطفال بطن اي دكتور طالما كشف على العيان وسمع الهيستوري بتاعه ورايح يكتب الروشتة، ارجوك عشان خاطري ولمصلحتك كمريض ما تكلموش وهو رايح يكتب. ما تقعدش تقول له الاعراض تاني والمش عارف ايه. ليه بقى؟ هو ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالمعلومات، يعني هو خلاص جمع المعلومات وشاف المريض فرايح يكتب العلاج اللي ربنا ارسله اليه. تمام كده، وهو رايح يكتبه. فانت لما بتعمل كده بيعمل ايه؟ بيضطر يطلع من تركيزه والترتيب اللي هو راجع هيكتبه في الروشته الى كلامك، ثم يرجع للروشته. عمره ما هيكتب لك روشته ولا علاج ممتاز. هيبقى كويس وصحيح وكل حاجه، بس بدل ما تاخد 100% جوده علاج وتشخيص هتوصل ل 60 70% بسبب الانتربشن او التداخل اللي عملته في اللحظه دي. قبل ما يقوم يكشف اقعد احكي للصبح الهيستوري بتاع العيان وورق وحكاياته وبتاع، بس لقيته راجع وماسك الروشته وبيكتب لك حاجه ما تتكلمش معاه خالص. دي نصيحه لوجه الله، ونصيحه يعني بسميها ايه، حاجه سريه كده في نجاح الروشتات والعلاج وبتاع. ليه؟ لان انا بيحصل معايا كده كتير جدا وما عنديش مشكله، بس يعني حتى لما اقول للناس طب ممكن بس ثانيه اخلص الروشته وارجع، بحس ان انا يعني بحرجهم او بضايقهم او كده. فبس ايه، الحته دي حته فنيه بتفرق جدا جدا جدا. شكرا.